السلام عليكم، مرحبا بكم على العقارات واراضي الموتشو. كما تنقولوا ديما، اليوم جبنا لكم واحد الميزه اللي هي عباره عن ارض فلاحيه بالسكن ديالها، فيها السكنه ديالها تقريبا مبنيه فيها واحد 120 متر، اللي هي جات في الجهه ديال الطريق مكناس، ما بين فاس ومكناس. عندها الدخله يعني على الطريق، قبل ما نوصل للمهايه كندخلوا مع واحد القدرون حتى لعندها، وعندها دخله على الجهه ديال المهايه. المنزل اللي فيها هو هذا كما كتشوفوها، هو فيها تقريبا 1000 متر دايره بالسياج ديال المنزل بوحده معزوله، وهي كامله مسيجه. هي كما كتشوفوا كامله دايره بالسياج، فيها البير ديالها، فيه الماء الكافي الحمد لله، بالموتور ديالو بكل شيء. ها هو كما كتشوفوا. حنا دابا حاليا كنصوروا غير من الجهه ديال برا، لان الملك ما كاينش هنايا، كيسكن في بعيد شي شويه. غير الاخ ديالو اللي تواصل معنا باش نجيو نصوروا هذا العقار هذا. هانتوما مجهزه بالكوتاكوت كما قلنا لكم، دايره بالسياج كامله. هاد الارض راها تيتر محفظ، فيها كما قلت لكم هكتار. الناس اللي كتسول هكتار واحد، عندنا هاد الهكتار هذا، وعندي واحد الهكتار اخر في الجهه ديال عين الله. هكتار في الجهه ديال عين الله، قرب الحمام ديال عين الله بالضبط، داخل على القدرون تقريبا بواحد 40 متر. فيه كوري كبير، وفيه جوج المحالات مسيج مقسم، تيتر بوحديتو، تيتر محفظ حتى هو. الناس اللي كيسولوا عن المنطقه د عين الله، بالنسبه للثمن ديالو اللي في الجهه د عين الله مقسم محفوظ تيتر، ثمن 160 مليون. بالنسبه لهذا الهكتار هذا الثمن ديالو 140 مليون. هانتوما كما قلت لكم داير كامل، داير بالسياج، وفيه شي حاجه ديال الزيتون. فيه منزل كما قلت لكم، فيه سكنه معتبره يعني معزوله بوحديتها في الطرف، فيه الضوء وفيه الماء ديالو. هانتوما بالنسبه للناس المهتمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.